انا عايزك تاخد عليا عشان هتشوفني كتير الفترة الجاية دي. كل دول علشان تاخدوا مسعد؟ ايه؟ كنت الصعيد الجديد وانا مش داري؟ مش هتلاقيه يا زين، ولدي سافر وهترجع المركز يد ورا ويد قدام زي المرة اللي فاتت. يا نهار اسود، مصاب. الحمد لله على السلامة. جيت من أمريكا متى؟ أبوك قال إنك مهاجر مش متخزن. عملت اللي انت عاوزه يا زين؟ لا، عملت اللي المفروض يحصل. يلا قوم معايا. خلاص، اعدام باعدام. اتهدف في حاجه عملتها، حاجه على القيمه، مش حته خدامه. ايه رايك تهدف في ضابط بوليس؟ لا هو مش اي ظابط، ده زين صالح القناوي. ده أنت تتكافئ عليها دي. قلت لك اخده النيابه معزز مكرم، انت اللي اضطريت ناخده متكلبش ومتهان. انت اللي بديت الحرب يا زين. يلا يا رجاله. ولا عملت اي حاجه. يعني ما فكرتش تقول لأهلك ولا لأهلها ولا حتى تسيب البيت؟ يا مرات، الست لما بتحب الراجل قوي قوي وحاسه ان هو ما بيحبهاش بتخاف تاخد موقف لا يبعد عنها. وطبعا انت واثق ان هي عمرها ما هتاخد اكشن عشان هي مسلمه لك نفسها بالضمان، صح؟ ضمان مدى الحياه. وافهم انا بقى ان هي هتفضل موجوده في حياتنا كتير؟ ما اظنش بصراحه، يعني هي بالتصرفات اللي بتعملها في الاخر دي شكلها هتجيب اخرها معايا. ما تطلقها، مستني ايه؟ مستني الوقت المناسب. عايز العبها صح عشان اطلع من الموضوع كله من غير اي خسائر وابقى شكلي قدام عيلتي وعيلتها فله. اهدي يا حاج عشان خاطر ربنا. هي ما فيش غيرها. انا سمعتها بتتكلم في التليفون بتبلغ عنه. انت متأكدة من الكلام ده؟
ان شاء الله امتص في وداني التنين. كنت عارفة وقلت له بدل المرة 1000. المخفية وده ما تعرفش مكانه ما صدقنيش. منها لله مرة قدري. تقدري تقولي له الكلام ده قدامي؟ اقدر بس هو مش هيصدقني، وهي مش هتسيبني في حالي، هتخليه يمشيني من البيت واكله بعقله حلاوه كانها سحراله. منك لله منك لله يا هدى، منك لله. ولادي احنا لازم نطلب تحديثات من المديريه وحالا. تعزيزات ليه يا زياد بيه؟ انت مش شايف الناس اللي بره يا ابني؟ دول ممكن يقتحموا ويدخلوا ياخدوا الواد ويمشوا. وربنا انت كان لازم تشتغل في قسم شرطة الرحاب. انت اللي جابك الصعيد ظلمك. انت هنا في قسم شرطة قلم في الجمعية التعاونية. مين اللي يقتحموا دول؟ ما تخافش يا زياد، كل اللي بره دول احنا عارفينهم بالاسم. شوف يا زين، برضه واحدة من راح الواد على النيابة لازم ناخد بالنا كويس. هتلر دلوقتي ما ورهوش غير ان هو يطلع الواد ده، وممكن يعمل اي حاجة عشان يخرجه. سيبها لله يا بيه. عيني أهلك يا ولدي. قلبي عندك يا أختي. أنا لا عايزة قلبك ولا تاجي أشوف خلقتك يا وش الفجر. انتي بتقولي كده ليه يا ولية؟ هو أني اللي ربيته؟ بدل ما تطيحي في خلق الله روحي لمي نفسك على تربية الأمر اللي ربتيها له. لا كوني فاكرة إن ولدي له يد في الموضوع ولا تكوني أنت سبب حبسته. كان نفسي يا أختي نعمله كده، بس طلع الولا غلبان وما يستاهلش. عارفة مين اللي يستاهل؟ انتي. بس ولية كركوبة عجوزة زيك هتقتل ازاي؟ ده انتي يا ولية لو طلعتي السلم روحك هتطلع. ان شاء الله انتي روحك اللي تطلع. غوري من قدامي. قاعدة على قلبك. غوري مش طايقاكي يا قدم الشوم. قدم الشوم على الشوم يا حبيبتي، وقدم السعد على وشوش السعد اللي وشك مش منهم. غوري مش طايقاكي. يا ليلى، عامل ايه يا طه؟ الحمد لله. توحشت الجوي. ربنا يخليك. كلمتك وبعت لك ما ردتيش. معلش انا كان عندي شويه مشاكل. بيدك تحل كل المشاكل. واحلها كيف؟ شيلي زين من دماغك وكل مشاكلك هتتحل. وايه اللي دخل زين في مشاكل؟ هو اللي موقف لك حياتك، وطول ما هيفضل جوه عقلك طول ما هتفضلي محلك سر. انسيه وعيشي حياتك ليكي. انت تستاهلي تكوني مع واحد يحبك من قلبه ويحافظ عليكي، لكن اللي باعك وراح يتجوز واحده تانية ما يستاهلش تفكري فيه لحظه. زين ما باعنيش يا طه. وبعدين انت كيف تتكلم عن اخوك كده؟ اللي يجي عليك يا ليلى يستاهل كلام اكتر من كده، حتى ولو اخوه. بصي ودوري حواليكي وشوفي مين بيحبك صح. مفيش يا طه. في. مين؟ طه، والد عمك. عن اذنك يا طه.